السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أصدقائي في قصة جديدة من قصص وحكايات داليا سلام. تقول إحداهن: لم أتفاجأ عندما صارحني زوجي بأنه تزوج علي، فأنا كنت أشعر بهذا في نظراته، وفي ملامح وجهه، وفي أسلوبه، في الكلام معي منذ عرفها، بل وأعرف أول يوم التقى بها. أنا مرأة، وشعور المرأة لا يخطئ، لكنني تعجبت عندما تغيروا أهل زوجي كلهم، وأصبحوا أصدقاء وصديقات الزوجة الثانية في مدة قصيرة، في شهرين فقط. عزمتها زوجة أخي زوجي التي كنت أعتبرها أعز صديقة لي، وعشنا أنا وهي أياما حلوة وأياما مرة. كل هذا اتنسى. أخت زوجي التي عندما طلقت كنت أنا التي أقف بجوارها في هذه الأزمة، كنت أنا التي أتقاسم معها كل شيء، حتى كسوة العيد لأولادها اشتريتها لأولادها مثل أولادي، لم أبخل عليها في شيء. أخت زوجي الثانية المسافرة مع زوجها كانت تبقى عندي طوال الأجازة الصيفية، وتطلب مني طبيخ أشكال وألوان قبل أن تأتي، كنت أقوم به. صحيح كانت تجلب معها كثير من الهدايا، لكن ولا مرة استضافتني عندها في بيتها، واستضافت عندها العروس الجديدة لمدة أسبوعين في الخارج. بهذه السرعة تعاطفوا مع الجديدة كلهم، وأنا التي عايشتهم 20 عاما قدمت للجميع كل الخير، ولم أقم بإيذاء أي منهم. الوحيد الذي رفض مصافحتها والتعامل معها، وهكذا قيل لي، هو أصغرهم جميعا، ولم يسمح لزوجته باستضافتها. كنت له نعم الأخت، سنين وأنا أعامله مثل أخي الصغير، لأن الرجولة والمواقف الصادقة لا تدري عند أي شخص ستجدها. حقيقة الناس معادن، وشتان بين الذهب والنحاس. لست من النوع المتهور، لم أصرخ ولم أشتم ولم أظهر لأي منهم مدى ألمي ومدى غيظي. قررت الانسحاب طبعا، لكن بالتخطيط. أخي منذ أن أعلمته بالقصة وعدني أنه لن يتركني أعيش مع أناس لا يؤتمن لهم جانب. الحمد لله أنني في صحة جيدة وفي منتصف العمر. اشترطت على زوجي ألا يأتيني بها في بيتي أبدا، إذ أنه أسكنها في الطابق العلوي في منزله. كان لي منه بنت في 12، وولدين أكبر منها سنا. أكدت لهما ألا يقوما بأي ردة فعل عنيف نحو أبوهما. ما حدث قد حدث، فننظم أمورنا أولا. صحيح ابنتي كانت رقيقة المشاعر، تألمت بعض الشيء من هذا الأمر، ولكنني أقنعتها أنه لا فائدة من الحزن، وحفزتها لتطلب من أبيها أن يشتري لها الذهب الذي وعدها به، كونها ستكون عروسا يوما ما. كانت عندنا أرضا عائلية بيني وبين أخي والأخ الثاني المغترب. طلبت من أخي بيعها وإعطائي قسمتي، وطلبت منه أيضا أن يشتري حقي في بيت والدي. تطلب هذا الأمر عدة شهور. في هذه المدة جعلت من الصمت رفيقا لي، ولم أتحدث في شيء. عندما جاءت زوجة أخي زوجي لزيارتي قابلتها ببرود شديد، وأكدت لها: اذهبي إلى صديقتك الجديدة. نفس الشيء فعلته مع المغتربة وأختها، وأفهمتهما أنهم غير مرغوب في وجودهما داخل بيتي. فعلت كما فعلنهن، وقمت باستضافة أخو زوجي الصغير هو وزوجته على مرأى ومسمع للآخرين. والدتهم أوصتني بهم خيرا. عاشت معي بعض الأشهر فقط. كانت امرأة من ذهب، أعطتني بعض التحف من النوع النادر. طبعا بعثتها لبيت أخي لأنها هديتي، ولا يمكن أن أتركها لهم. وفعلت نفس الشيء مع كل الأفرشة والأواني التي اشتريتها من مصروفي الخاص، والتي فيها كل ذكرياتي. لم أترك له إلا أشياءه الخاصة،
والتي ليس لي حق فيها. طبعا كل هذا في صمت تام. طبعا كان يتحاشى المجيء إلي في شقتي طوال هذه الفترة. كان يعرف جيدا أنني امرأة مؤدبة وعلى خلق، ولكن لا أهان بسهولة ولن أسكت، وأنا صاحبة فضائل كثيرة عليه. اشترى لي أخي منزل في مكان مقبول، واشترطت أن يكون فيه محلا تجاريا حتى لا أحتاج لأحد. ثم جاء أخي الغالي، فهو عزي وسندي، وأخذني لبيتي الجديد معززة مكرمة، واتصل بزوجي وأعلمه بإتمام الإجراءات القانونية في هدوء تام واحترام متبادل. صحيح تألمت عندما رميت ورائي 20 عاما من حياتي معه، ولكنني أجبرت للأسف. نكرانهم للجميل جميعا وزوجي أولهم أرعبني وأخافني وجعلني أنسحب بهدوء. هو من حقه أن يختار حياته كما يريد، وهم أيضا وأنا أيضا، ولكني أصبحت لا أشعر أنني أستطيع أن أعيش في هذه العائلة بعد ذلك. فهل أنا أخطأت في هذا التصرف؟ هستنى منكم آرائكم إن شاء الله في التعليقات، وأتمنى تكون القصة عجبتكم واستفدنا منها، وإن شاء الله صاحبة القصة برأيي ربنا هيعوضها السنين اللي ضاعت كلها مع زوجها. وأشوفكم على خير إن شاء الله في قصة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.